مرحبا صبايا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده على قناه اللقمه الطيبه. الوصفه اليوم اللي راح نقدمها هي وصفه المعمول الشامي، وهي انجح وصفه للمعمول، مو بس بشهادتي، بشهاده حتى كل مين حدا داقه عندي. كتير طيبه وكتير هشه. اهم شيء صبايا انكم تتبعوا الطريقه مزبوط وتكونوا حذرين بالمقادير اللي انا عم بعطيكم اياها. اول شيء رح يكون عنا العجينه، هي حتصير على مرحلتين، لانه لازم هلا نعمل اول مرحله وبعدين ترتاح العجينه على الاقل 15 ساعه، وبعدين بنعمل المرحله الثانيه من العجينه. رح اقول لكم كيف صبايا. اول شيء خلينا نتعرف على المقادير الموجوده عنا. حيكون عنا 2 كوب ونص طحين عادي، 2 كوب طحين ونص يعني او 500 جرام. حيكون عنا 2 كوب ونص طحين فرخه كمان يعني 500 جرام، ما يعادل 500 جرام. حيكون عندنا 375 جرام سمنة حيواني، وحيكون عندنا 125 جرام زيت نباتي، زيت الذرة. هاي بالنسبة لأول مرحلة. بالنسبة لثاني مرحلة حيكون عندنا 300 ميلي لتر حليب، وحيكون عندنا 5 معالق كبار سكر بودرة. هلا هي مقاديرنا لليوم. لازم تنعمل العجينه بهي الطريقه لحتى تنجح معكم صبايا. ما بيمشي الحال والله تتركيها 5 ساعات تريحيها وبعدين لازم ترتاح ليله كامله بالبراد. وثاني يوم هلا بدنا نطبق الطحين العادي والطحين الفرخه والسمنه والزيت، وبكره بعد ما ترتاح العجينه رح نضيف لها السكر البودره والحليب. هلا بالنسبه لطريقه التحضير صبايا، اول شيء بالعجانيه اللي موجوده عنا، او اذا حابه تعجني على ايدك كمان ما في اي مشكله. بدنا نضيف مقدار الطحين العادي يلي عنا، مقدار طحين الفرخه كمان اللي عنا يلي هو 500 جرام مع بعض. هلا بنخلطهم خلطه خفيفه بس ليكون الطحين مع الطحين الفرخة متشابكين مع بعض. راح نضيف لهم السمنة الحيواني. هلا ممكن في عالم تقول زبدة، هي الطريقة سمنة فقط. الزبدة ما بتنجح بالمعمول لأنه بتعطيه قرشة، والمعمول ما لازم يكون فيه هي القرشة، لازم مثل ما بيقولوا بدوب بالتم يعني. وحنحط كمان مقدار الزيت. نعجنهم تقريبا لمدة 10 دقايق بهذا الشكل على الخفيف. طبعا وهلا صبايا بعد ما ارتاحت عنا العجينة تقريبا ليلة كاملة بالبراد، طلعتها تقريبا قبل بنص ساعة، لأنه كثير وقت بتطلعيها من البراد كثير بتكون قاسية. أنا طلعتها قبل بنص ساعة تقريبا 3/4 ساعة، فرجعت طريت معي. هلا بدي أضيف لها بقية المكونات مثل ما حكينا، الحليب والسكر البودرة. طبعا نحن وصفتنا تبع المعمول هون ما فيها أبدا بيكنج باودر. في صبايا عم تسأل إنه ليش ما في بيكنج باودر، لأنه المعمول عجينة المعمول ما بينحط لها بيكنج باودر ولا أي مادة تخمير. أولا لانه نحن ما بدنا اياها تنفش وتروح الرسمه يلي عنا، وثانيا بتعطيها شويه اساوي مواد التخمير. فنحن بس فقط رح نستعمل الطحين مثل ما حكينا العادي والفرخه الناعم، وحطينا السمنه الحيواني بالاضافه للزيت النباتي. وهلا رح نضيف الحليب مع سكر البودره. اخترنا سكر البودرة لحتى يكون يحل تماما بالحليب وما يترك اي اثر للسكر بالعجينة، لحتى ما يصير عنا اي هيك قرطة يعني خفيفة ما بدنا اياها. هلا رح نسكر عنها عليها ونبلش بالخفق بهي الطريقة، ونبلش نضيف الحليب للعجين. نعجنها صبايا تقريبا لمدة ربع ساعة، 10 دقايق بكفي على سرعة متوسطة، وبعدين بنرجع بنرجعها للبراد تقريبا نص ساعة
وبنرجع مشان نشكلها سواء بالحشوة الموجودة عنا عجوة أو فستق أو جوز. وهلأ صبايا بعد ما ارتاحت عنا العجينة شوي بالبراد، مثل ما انكم شايفين باخد قسم منها بحطه بصحن وبخلي الباقي بالبراد، بما انه حاليا الحرارة عالية شوي شوب، فلازم نريحها بالبراد. بقية العجين لو كان شتاء كان ممكن تخليها برا ما في مشكلة. بتاخذي كيف رح نشوف كيف طريقة التشكيل حسب الحشوة اللي انت بتحبيها. انا اخترت هون العجوة، عملتهم بهذا الشكل شوي اسطواني. بتحضريها قبل بوقت صبايا، قبل ما تبلشي بالعجين، سواء فستق ولا عجوة ولا بجوز بتحضري الحشوة قبل بوقت. واللي بتحب تعمل فستق بتطحن الفستق نص طحنة، وبتحطوا شوية ماء زهر وسكر بودرة. الأفضل إنك تستخدمي سكر بودرة بالحشوة مشان ما يصير عنا قاسية الحشوة. أو جوز كمان نفس الشيء، كمان بتحطي سكر بودرة وشوية ماء زهر. أول شيء بناخذ هذا المقدار بنعمله بهذا الشكل الدائري مثل ما انكم شايفين. بنعملها شوي، بنرقها شوي بايدنا بهذه الطريقه بنمدها. شايفين شلون صبايا العجينه ممتازه، ما عم تلزق ابدا على الايد، ما عم تفتفت، ما احتاجت نضيف لها شيء نهائيا. بنحط العجوه بهذا الشكل مع ضغطه خفيفه، وبنسكر كل الاطراف بهذا الشكل، وبنضغط ضغطه خفيفه لحتى تلزق العجوه بالعجينه، مشان وقت الخبز ما يصير تبعد العجوه الحشوه يعني عن العجين. يعني عن طريق الحراره ممكن اذا ما كرسنا تنفر العجوه من العجينه. بهذا الشكل صوايا بنعملها شوي بومبي لفوق. انا بدي استخدم الملقط، ما بدي اعملها بالقالب، وببلش بعمل بهذا الشكل ضغطه خفيفه حسب الرسمه اللي انت بتحبيها بهي الطريقه. صار عندي القرص جاهز. ممكن اذا هو يعني حبيتوا اضافه اتركوه شوي بالفستق من تحت بهذا الشكل. بنحطه بالصينيه بدون ما ندهنها شيء لحتى نخلص التشكيل كل الكميه اللي عنا. وهلا صبايا رح ورجيكم كيف طريقه مشان نعمل معمول بفستق الحلبي. هلا هون انا طحنت الفستق او قسمته يعني تقريبا الفستق قسمته بالنص، ما بدي اطحنه كمان كثير ناعم. حطيت له 2 معلقه سكر بودره، وحطيت له معلقه كبيره تقريبا ماء زهر، خلطتهم سوا. وهلا رح ننتقل لورجيكم كيف طريقه التشكيل. طبعا اخذت شقفه من العجينه اللي محطوطه بالبراد مثل ما خبرتكم لانه الجو حار. بناخذها بنفتحها بشكل دائري بهي الطريقه. نحن عملنا تبعات العجوه طوال، وهلا رح نعمل تبعات الفستق. بنحط شوي من الحشوه بالنص وبنسكرها بنطبقها على بعض. وهلا صبايا بعد ما خلص معنا المعمول وصار جاهز للتقديم، هي راس بعجوه اللي ساويناهم، وهون الفستق حطينا لهم سكر بودره. وفيكي انت اذا حبيتي تعملي انواع ثانيه، ممكن مشمش، ممكن جوز، حسب رغبه ست البيت. اهم شيء صبايا انه تستنوهم منيح ليبردوا، بعدين تقيموهم من الصواني وتحطوهم بطبق التقديم اللي بدكم تقدموا فيه. وكمان ملاحظه ثانيه صبايا كثير مهمه، انه بقيه الكميه يلي بدك تحتفظي فيها تحطيها بعلب إلها غطاء محكمه الاغلاق مشان ما يشفر عندك المعمول بعد فتره. هذا طبقنا لليوم، بتمنى يكون نال اعجابكم، وان شاء الله صحه والف هنا.